يعني الاهلي خد امام والامام. يا نهار ضحك يا جدعان. زي ما الاهلي خد امام عاشور من الزمالك ما استكفاش على كده، لقينا خبر ان الامام بتاع المسجد الرئيسي في نادي الزمالك قدم استقالته وراح مسك مسجد في النادي الاهلي او في فرع من فروع النادي الاهلي. يعني احنا الحمد لله احنا وصلنا ليفل الوحش، خلصنا على اللعيبه ودخلنا مسكنا في الموظفين. يعني احنا كنا بناخد منهم اللعيبه، ما عادش عندهم لعيبه تستاهل، فبدانا ناخد منهم الموظفين. اي بقى موظف، امام مسجد، امام جامع، عامل نظافه، اي حد بقى. احنا ما شاء الله، يعني ما شاء الله الاهلي هيقفل نادي الزمالك، مش هيخلي فيه اي حاجه حرفيا. كل ده ليه بقى؟ عشان المركب لو فيها خرم يا مدام لميس انا هقدر اسوقها، هقدر امشي بالمركب وهي مخرومه. نفسي اعرف كابتن حسين لبيب كان فين وهو بيقول التصريح ده. يا مدام لميس ما تخلينيش احطها في دماغي واخد لعيب من النادي الاهلي. يعني انت دلوقتي ما شاء الله ناديك بيغرق، عليه ديون، عليه قضايا، اللعيبه ما بتاخدش فلوس، مفيش مدرب، اللعيبه متمرده عليك، كل ده. يعني كان ايه لازمه التصريح ده بقى؟ يعني انا كل ما اسمع التصريح ده، هو التصريح ده من قديم، كل ما اسمعه ببقى عايز اضحك. اللي هو انت تعبيط يا عم، بتنكش الاهلي ليه؟ يعني انت عملت التصريح ده نتشنا منك زيزو، وبعد كده النادي بتاعك اتقفل، يعني بقت خرابه خلاص. والله انا خايف اصحى الصبح الاقي النادي الزمالك بقى الفرع الخامس للنادي الاهلي.